مساءكم سكر. اليوم راح أعمل لكم طريقة عمل الحلقوم، وهي طريقة سهلة جدا، لازم تتبعون خطواتها. فهسه انتبهوا على المقادير: قلاص نشا، قلاص مي، قلاصين سكر، قلاصين مي. هنا عندنا هنا نفس القياس، نفس القلاص، هنا قلاص ونص سكر، هذا نخليه على جهة. ليمون دوزي أو ملح الليمون قليل منه، مي ورد، ولون غذائي. هسه إن شاء الله نبدي طريقة العمل. طبعا هسه هاي بأي وعاء تقدرون تستعملوه. هسه أنا حخلي قلاصين السكر. اتبعوا الخطوات يعني حتى ينجح عندكم. قلاصين السكر، هسه أضع فوقه قلاصين مي. هسه هاي المرحلة نخلي على جهة. هاي المرحلة هسه انتهت عندنا، خليه على جهة. الآن هسه النشا ويا المي نذوبه، نخليه همين على جهة. هم قلنا قلاص نشا وقلاص مي، حتى تنسون المقادير. هنا قلاصين مي وقلاصين سكر، هنا قلاص نشا وقلاص مي. شوية هم نحركه نذوبه. وهم نضعه على جهة حتى نبدأ نشتغل طريقة العمل. وهسه هاي اللي خبطناه السكر والمي اللي قبل شوية مزجناه، جبناه هنا على الطباخ على نار عالية إلى أن تصير شيرة. راح نضع له نصف ملعقة شاي ليمون دوزي أو ملح الليمون. نبقى نحرك بيه إلى أن يذوب السكر إن شاء الله، إلى أن يغلي. طلع فقاعات حتى نضيف له النشا. إن شاء الله إلى أن يغلي أرجع لكم. هسه بما أنه قام يغلي راح أدب النشا شوية شوية وأظل أحرك. إلى أن يثخن. هسه إن شاء الله أبقى أحرك بيه إلى أن يثخن وأرجع لكم. هسه مثل ما تشوفون بعد أن ذاب شوية ثخن. هسه أخلي الكوب ونص سكر اللي كنت خليته على جهة، أخلي نص كوب، هسه تقريبا نص كوب، وأبدي أذوبه. هسه إن شاء الله أذوبه وأرجع لكم. أخذ دقيقتين على ما ذوبته. هسه أبقى أذب النص الثاني نفس الطريقة، هم أذوبه إن شاء الله وأرجع لكم. آخر نص كوب تقريبا، كل نص أخذ من عندي دقيقتين إلى أن ذاب على نار هادئة. وبعد أن خليته 20 دقيقة على نار واطية كان، هسه عليته النار شوية، عليته وأبدي أقلب به مرة ثانية إلى أن يثخن. إن شاء الله صار له تقريبا 40 دقيقة. حتى بعد ما تقلبوه ما يلتصق بالسطح.
هسه راح أضيف له اللون والمي ورد، لون غذائي. وهاي شوية هم مي ورد حتى النكهة مالته. إن شاء الله هسه أقلبه كل أخفه وأرجع لكم. طبعا تشوفون ما شاء الله روعة باعوا، ما أكو أجمل أروع من هذا اللون وطعمه وريحته كلها مي ورد. إن شاء الله هسه أكمله بإذن الله. أخلي بهاي التبسي أو صينية أو أي شيء عندكم بنشا خليت بيه، أخليه بيه إن شاء الله، لأنه حار هسه ما أقدر يعني ألزمه فد شوية يعني يبرد إن شاء الله وأشكله. طبعا هسه هو حار لميته أني خيت فوقه نشا وأطرافه كلها عدلتها سويته مربع. هسه إن شاء الله بإذن الله حتى يبرد وأقطعه وأرجع لكم. ما شاء الله كملته. بعد أن برد قطعته، تردون أنتو كيفكم، قطع صغيرة قطع كبيرة كيفكم. تقدرون تحفظوه بحافظة 3 أسابيع كل شيء ما عليه لا رطوبة ولا أي شيء، بس بشرط تكونوا تطبقون الخطوات اللي أنا عملتها. طبعا ريحته تجنن، طعمه بعد أطيب. هسه نتذوق وحده. طبعا باعوا بدون مستكة وبدون أي شيء، مكونات جدا بسيطة موجودة بكل بيت. خلي شوي نتذوقه. طبعا يجنن، روعة أكثر من روعة. بنات لا تنسون سبسكرايب واللايك حتى أقدم لكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.